تلقى المنتخب المغربي ضربة موجعة قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026 بعد تأكد إصابة عبد الصمد الزلزولي نجم ريال بيتيس الإسباني بالتواء متوسط في أربطة الركبة سيبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع. وقالت مصادر طبية مقربة من المنتخب المغربي بحسب موقع فوت ميركاتو فإن الفحوصات الطبية الإضافية التي خضع لها الزلزولي كشفت عن التواء متوسط في أربطة الركبة بعد خروجه مصابا خلال المباراة الودية الأخيرة أمام النرويج 1-1 ضمن استعدادات أسود الأطلس للمونديال. وبحسب التقارير الطبية فإن فترة التعافي قد تستغرق حوالي أسبوعين على أقل تقدير، ما يعني أن الزيزولي سيغيب عن المرحلة الأولى من كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ولن يعود إلا في مرحلة خروج المغلوب إذا تمكن المغرب من التأهل إلى دور 38. وسيواجه المغرب منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي في دور المجموعات، في مجموعة صعبة كان من المقرر أن يكون الزلزولي أحد أبرز لاعبي الهجوم فيها نظرا لمستواه المتألق مع ريال بيتيس هذا الموسم. ورغم الإصابة قرر المدرب محمد وهبي المدير الفني للمنتخب المغربي الإبقاء عليه بالتشكيلة النهائية للمونديال، لأنه يريد الاستعانة به لاحقا في البطولة، خاصة في حال تأهل أسود الأطلس إلى الأدوار الإقصائية. كشف تقرير صحفي إسباني عن طلب عاجل تقدم به الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد لإدارة برشلونة قبل كأس العالم 2026. ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية طلب ألفاريز من برشلونة تهدئة المفاوضات وخفض وتيرة الأنباء خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد رفض أتلتيكو مدريد للعرض الأول المقدم من النادي الكتالوني لضمه قبل انطلاق بطولة كأس العالم. وأدى عدم نجاح المحاولة الأولى للبارسا لتقديم المهاجم الأرجنتيني طلبه إلى برشلونة من أجل التمتع بالهدوء والتركيز الكامل مع منتخب بلاده دون ضوضاء خارجية تخص الميركاتو. ودخلت الصفقة مرحلة من الركود إثر التحرك الأول لبرشلونة الذي قوبل بالرفض من إدارة الأتليتي لعدم كفاية المقابل المالي، حيث كانت خطة البلوغرانا وممثلي اللاعب تهدف إلى حسم الصفقة قبل المونديال. وأشارت الصحيفة إلى أن جوليان ألفاريز يمتلك رغبة قوية في الانتقال إلى صفوف برشلونة، وأبلغ إدارة أتلتيكو مدريد بهذه الرغبة داخليا، حيث يمتلك اللاعب وعدا سابقا من إدارة ناديه بالاستماع إلى العروض المقدمة له في الميركاتو الصيفي الحالي إذا رغب في الرحيل. ويأمل ألفاريز أن يتم الوفاء بهذا الوعد رغم تعقيد المواقف الحالية بين الطرفين، كما أكد اللاعب أنه لن يقوم بأي تصرفات علنية مسيئة للضغط من أجل الرحيل. في الوقت الذي بدا فيه أن برشلونة يقترب من حسم واحدة من أبرز صفقاته الصيفية، شهدت الساعات الأخيرة تطورا قد يغير مسار اللاعب بالكامل ويفتح الباب أمام منافسين آخرين للدخول بقوة في السباق. وبحسب ما كشفته صحيفة سبورت الكتالونية فإن إدارة برشلونة بدأت تتراجع خطوة إلى الخلف في ملف التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي السابق بسبب التعقيدات المالية التي أحاطت بالصفقة، فضلا عن تصريحات اللاعب الأخيرة. وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني كان قد قطع شوطا مهما في المفاوضات مع اللاعب مستفيدا من رغبته القديمة في ارتداء قميص برشلونة، بل إن الطرفين توصلا إلى تفاهمات مبدئية بشأن عقد يمتد لموسمين، لكن المشهد تغير تدريجيا بعدما قرر برناردو سيلفا تأجيل حسم مستقبله إلى ما بعد كأس العالم بالتزامن مع تلقيه عروضا مالية قوية من عدة أندية أوروبية، وهو ما دفع برشلونة إلى إعادة تقييم موقفه. وترى إدارة النادي أن الدخول في مزايدة مالية لا يتناسب مع أولوياتها الحالية، خاصة أن خط الوسط يضم عددا كبيرا من اللاعبين، وأن التعاقد مع سيلفا كان ينظر إليه باعتباره فرصة استثنائية في السوق أكثر من كونه ضرورة فنية ملحة. وأضافت سبورت أن أتلتيكو مدريد يتحرك بقوة لإقناع اللاعب من خلال عرض يتضمن مكافأة توقيع كبيرة وعقدا طويل الأمد مع ضمان دور أساسي داخل الفريق. في المقابل قد يستفيد ريال مدريد من هذا التراجع الكتالوني، خاصة مع الحديث عن إمكانية تحرك النادي الملكي لدراسة الصفقة خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد التغييرات الفنية المنتظرة داخل المشروع الرياضي والتعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق.